الله جاب، الله خد، الله عليه العوض. والله العظيم عليه العوض في فريق لا يعرف روح الانتصارات، لا يعرف روح المكسب، لا يعرف روح اي حاجه في الدنيا تخص الكوره والبطولات وتخص اللي انا اطلع بحياتي لفوق. هو مفيش طموح، مفيش عزيمه، مفيش اراده، كل حاجه مفيش، كل حاجه صفر، كل حاجه زيرو، كل حاجه نيله. ماتش بتتفرج عليه، ايه ده؟ ايه الهم اللي بتشوفه ده؟ مفيش فرص، مفيش حد بيشوط من بره، مفيش حد بيلعب كوره اصلا. يعني كور كلها هتلاقي في عندك اتنين او تلات لعيبه هم اللي بيلعبوا، هم اللي عندهم روح، هم اللي عايزين يكسبوا. بقيه الفرقه نايمه نوم يعني مش مفهوم نوم. والله العظيم يا جدعان، انتوا معتمدين على ايه؟ ولا انتوا بتعايشين على ايه؟ ولا انتوا خدتوا ايه قبل كده نايمين عليه؟ بجد. ما هو الواحد لازم يعرف انتوا معتمد، يعني انتوا مش فاهم. تحس ان الكلام بيجي عندك كده ويعطل لما بتقعد تفتكر كده الماتش باحداثه، باللي بيحصل، باللي انا نايتي قوي، ني قوي، ساذج موت، ساذج ساذج ساذج، بلعب بكل سذاجه وبكل عبط وبكل طيبه وبكل حنيه وبكل روقان. والله العظيم انا بلعب كاني مثلا ايه الاول في الدوري وفارق ب 15 16 نقطه على اللي بعدي. انا نازل مش فارق معايا الماتش، نازل بلعب على الرايق، على الهادي، على الهادي قوي. ايه ده؟ ايه الهم ده؟ مفيش كوره، مفيش فرص، مفيش مدرب، مفيش لعيبه، مفيش دي، ممكن تقول مفيش من هنا لاخر السنه، فاهم؟ ما عنديش حد عنده روح، ما عنديش حد عنده يلا لاجرينتا كده العب يا ابني ويشخط في اللعيبه ويتكلم. مش موجوده، مش موجود. انا عندي لعيبه نايتي، والله العظيم لعيبه عادي، مش فارق معاها الثلاث نقط، ومش فارق معاها اللي انا اقرب في المسابقه، مش فارق معاها اي حاجه في الدنيا، مش فارق معاها اي حاجه في الدنيا. لا بتصنع فرص، ولا ليك خطوره، ولا ليك كوره عدله، وبتلاعب لعيبه عاله. اقسم بالله بلعب ناقص مهاجم، بلعب ناقص وينج، بلعب ناقص مدافع. لا عندي عدي. مش ما فيش. انت فين؟ ليه؟ لازمتك ايه في ماتش زي ده؟ مش موجود، مش موجود. حرفيا بلعب ناقص شيكو. والله العظيم. تحس اللي هو عارف انت عارف عارف انت في سوسته كده بتتباع لو تعرفوه، عارف انت هو بيعمل كده في السبرنت. لكن ايه فايدتك؟ ايه لازمتك؟ ايه دنيتك؟ مفيش. حتى الجون اللي جابه كفته، دب طخ دي، حتى يعني الواد لفها وحطها خوان، اتردت له. شفت انا مش عارف اصلا الكره نزلت من ايد الجون ازاي. الكره شكلها بالراحه قوي وشكلها ضعيفه قوي وحطها بدماغه. ستر ربنا. والله العظيم انت عارف انت لو ما كنتش جبت الجون ده، شكرا انت خسران الماتش ده. مفيش. مش لاقي روح، مش لاقي حد بيموت نفسه في الملعب، مش لاقي حد فارق معاه الثلاث نقط. من اول المدير الفني بتبديلاته الكحيانه وتشكيلته التعبانه، للعيبه بقى. عندك واحد زي حسام عبد المجيد ده، اللهم صل على النبي عليه، مس باص، كأن لعيب. او لعيب ايه؟ كأن واحد جايبه من الشارع. تعالى يا ابني انت ليك في الكوره؟ لا يبقى تعالى انت انسب واحد تتحط في المكان ده. توريط بس. مفيش كوره، مفيش كوره، مفيش كوره حرفيا. والشيكو ده بقى يعني انا خلاص الواحد بقى اتكلم عليه كتير، وبيشارك واساسي. كل الناس بتقول لك يا عم نزل بنتايج وينج، ونزل فتوح يلعب باك. هو في حته واحنا في حته تانية، احنا في مكان وهو في مكان تاني. احنا عايشين في حته وهو عايش في حته تانية خالص. هنتعلم من اخطائنا وهنشوف اللي ما اعرفش ايه. لا بنتعلم ولا بنشوف، واللي ننام فيه نصبح فيه، ومفيش كوره ومفيش اداء ومفيش روح ومفيش اي حاجه. بتطلع عبد الله وبتنزل سيف. يا راجل ده لو عبد الله ده بيلعب برجل واحده هيبقى احسن من سيف فاروق جعفر. أنا بينزل انا ببقى ناقص. يعني كفايه النقص اللي عندي. يعني عندي عدي وخوان وحسام عبد المجيد مش موجودين في الملعب، كمان بتنزل سيف. اللي هو ايه ده يا عم؟ ايه الهم اللي انت بتعمله ده؟
حاجه يعني استغفر الله العظيم يا رب، ملل ما بعده ملل. شايف ماتش زي ده، ما نزل سيف فاروق سيف خرج الجزيري يلعب مع عدي قدام، وانزل عمرو ناصر يلعب وينج مكان شيكو، او اطلع ما اعرفش شيكو وانزل مليون حل. مليون. احنا ليه ما بنبصيش لاخوان؟ يعني انت لو عديت الكور اللي اتبسط النهارده قليله قوي، قليله قوي قوي قوي. كل الكور اللي راحت لبيزيرا النهارده قليله قوي قوي. لعيب زي ده اعتمد عليه اصلا. هو انتوا بتعرفوا تلعبوا يا جدعان؟ انت هو ده الوحيد اللي فيكم بيعرف يلعب، بيعرف يمشي كوره، بيعرف يعدي واحد على واحد، بيعرف يروح على الجون، تاخد الكوره وشه على طول للجون. ناصر ماهر النهارده ما كانش وحش. نفس اللي انا بتكلمه على بزيرا، نفس الكلام اللي عمله ناصر النهارده، ياخد الكوره ويلف وشه على الجون على طول ويروح. من نجوم الماتش النهارده ناصر ماهر ومحمد اسماعيل، من نجوم الماتش حرفيا. ويمكن ناصر ماهر الشوط الاولاني، الشوط الثاني اختفى. محمد اسماعيل اللي استمر الماتش كله، حتى لو ضربه الجزاء اللي الله اعلم هي ضربه جزاء، يعني انا ما شفتهاش ضربه جزاء بصراحه. انا شايفها يعني تعنت يعني عجيب من الحكم في الفاولات، في قراراته، في اسلوبه، في كلامه، في كل حاجه، في الوقت البدل ضايع اللي مديهولي. يعني انت مديني 6 دقائق، خوان اتخبط فيها وقام اتخانق مع الواد واديت انذار واديت انذار، ومعالي اتكلم معاك واديته انذار، والكره ما كانتش اوت وعلينا وحسبتها علينا وعمال، وكل ده مفيش ثانيه وقت بدل ضايع زياده، وكأن مفيش اي حاجه حصلت، كأن حكم غريب. بس الواحد ما بيحبش يتكلم على التحكيم لما بيشوف فرقتك نيله. يعني امتى الواحد بيتكلم على التحكيم؟ لما اشوف فرقتي واقفه على رجليها وهو فعلا اللي ضيعني. لكن الحكم يعني نسبه. لكن انتوا فين؟ فين لعيبه الزمالك؟ فين اللعيبه الجمهور اللي جاي لكم ده، اللي موت نفسه حرفيا؟ جمهور من اول دقيقه لاخر دقيقه ما سكتش. وفي جماهير تانية بتاعت فرق تانية بيبقى فريقها ماتش اللي يتصدر بيه راحوا له 20 واحد، ودول جايين لك قد كده وعارفين انك هتبقى التالت في الدوري، وواقفين وساندين ومن اول دقيقه لاخر دقيقه. ما بتحسوش؟ بجد ما بتحسوش؟ يعني انتوا جبلات خلاص، الموضوع بقى جبلات. ما فيش لاعب فيكم عنده روح، ما فيش لاعب فيكم بيموت نفسه، ما فيش لاعب فيكم عايز الفريق يكسب، ما فيش لاعب عايز يطلع في الدوري، ما فيش لاعب عايز ياخد بطوله. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ فرقتي كلها النهارده، انا ما شفتش غير محمد اسماعيل، دونجا، ناصر ماهر الشوط الاولاني وشويه من الشوط الثاني، عبد الله يعني. بس شكرا على الباقي. ممكن بنتائج شويه، الباقي مفيش باقي. حتى النهارده خوان الكره ما وصلتلوش كتير، ولما راحت له مش احسن حاجه. عدي نايم، نايم يابا. ده المهاجم بتاعي وانا بتريق على الجزيري؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا جدعان حرام عليكم. بتجيلنا هدايا بنديها بالرجل، خد احرق ما امشي عن. مش عايزين حاجه من حد، محدش يدينا هدايا يابا، احنا ما بنقبلش حاجه من حد. وانت تقع، بس تقع ماتش تلاقي بامي 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 التاني بياخد الهديه بتاعتك دي بيحطها على دماغه، عارف، حطها في حته باينه راح حطها له على دماغه. تلاقيهم نازلين يموتوا نفسهم، ده هو ده ماتش اللي انا هنتش فيه الدنيا واركب فيه الكلام. تلاقيه بينزل يموت ممكن يبقى هو الماتش الوحيد اللي ينزل يموت فيه نفسه. انتوا شويه جبلات، والله العظيم شويه جبلات حرفيا بيلعبوا كوره. مفيش حد عليه القيمه، ليه لازمه ياخد الفريق ده ويطلع بيه في حته. مفيش يابا. احنا كلنا شبه بعضينا النهارده، نايمين كلنا، نايمين كلنا، مفسخين كلنا، مفيش كوره، كلنا ما عندناش اي طموح ولا اي هدف ولا اي عزيمه ولا اي روح ولا اي نيله ب60 نيله عليكم. لعيبه ميته اصل انت مش هتتكلم على الماتش، يعني انت مش هتعرف تتكلم على الماتش. الماتش ما فيهوش اي حاجه تتكلم فيها اصلا. الماتش كله عك في عك، ما فيهوش غير حسام عبد المجيد بيشلت وشيكو بينيل الكوره بيعجن كوره، وشكرا على كده. بس خلاص الماتش كده بالنسبه لنا هو ده ما فيش، ما عندكش غير فرصتين، بتاعت خوان جت في العارضه وبتاعت عمرو ناصر اللي حطها جنب الجول. شكرا كده الماتش. كل سنه واحنا طيبين. ساعتين زعلت اصحابي مني اللي ما نزلتش قعدت معاهم قلت لهم الماتش ولازم اصور ولازم اتنيل، والتمرين بتاع الواد ما رحتوش، بوظت الدنيا عشان خاطر اتفرج على الهم ده، اتفرج على لعيبه عايزه لعيبه، يعني لعيبه عايزه ناس تنزل تشيلها تجري بيها، مش هم اللي يلعبوا كوره.
مش هم اللي يبقى همهم انك تخش في الدوري. ده انت بيراميدز هيخش يحط عليك، هيخليك العاشر. والله العظيم بيراميدز هتلاقيه الماتش الجاي والماتشين بتوعه تربيت ايه 26 27 وانت 19، يبقى فرق ما بينك وبينه 10 نقط. يبقى قابلني، يبقى قابلني. المطوشه اللي زي دي قلنا واتكلمنا يا جدعان، المطوشه دي اهم مطوشه في الدوري، مطوشه بتقربك. لما بيراميدز يكسب له الماتشين بتوعه يبقى الفرق 5 نقط مش 10. 10 هيبقى 10. والمنظر ده تروح تلعب السوبر. انا مش عارف سوبر ايه اللي رايحين يلعبوه في الامارات والفرق كلها كسر منيله ب 60 نيله. انا مش الواحد زهق والواحد يعني قلنا ندعم وقلنا نقف جنب الفريق وقلنا ما اعرفش ايه وقلنا نصبر عليهم نستحمل ابوهم هم بمدربهم كلهم نيله في نيله في خرف قرف. ما فيهمش حد عدل لا من الجهاز ولا من اللعيبه ولا من اي حاجه. ما بتشوفش حاجه عدله، ما بتشوفش حاجه لا اداء ولا كوره ولا فرص ولا شوط ولا عرضيات ولا اي خطوره بتحققها، لا شوط اول ولا شوط تاني. والجون بتاعك زي ما قلت لك باي لك جبت صدفه. مفيش. ايه ده؟ ايه الهم ده؟ هو ما حدش عايش الاجواء والحياه بتاعت المطوشه والكلام ده غيرنا احنا؟ الجمهور بس اللي محروق دم امه في الموضوع ده. انتوا فين؟ انتوا بجد فين؟ نوم ما بعده نوم، نوم ما بعده نوم، هم ما بعده هم. بقى نخش على تقييم اللعيبه. انا زي ما قلت لك مفيش اصلا كلامنا يتكلموا على الماتش. ماتش اللي تتكلم عليه اصلا؟ حراسه المرمى محمد صبحي طبعا اتغفل في ضربه الجزاء، اتغفل في ضربه. الواد صايع قوي اسامه فيصل، عارف اللي انا راجع راح حاططها لسه ان هو هزر وتقف لي وتعدل لي نفسك وتقف. 5/10. بنتايج 6/10. حسام عبد المجيد 2/10. امشي بقى امشي، والله العظيم ما بقيت فارق ب 2 جنيه امشي. محمد اسماعيل 9/10. حتى لو انا مش شايف ضربه الجزاء دي اصلا ضربه جزاء، ولا الواد ليه يعني لبسها. هو من الاخر الواد لبسها له وحكم لا عايز يروح يبص ولا حكم لا عايز يتفرج على حاجه ولا اي حاجه، وهو ما صدق يديله ضربه الجزاء. لما الحاجات دي بتيجي على الاهلي بنقعد 3 ايام تتعاد. عمر جابر 2/10. فيش لا اوفرات ولا بيصنع ولا الكوره بتجيله واقف لوحده في اخر الماتش بيشلت الكوره، حاجه تحرق الدم. دونجا 8/10. عبد الله 6/10. ناصر ماهر 7/10. شيكو يا ابني انت انا والله العظيم انا صفر 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 يا يويو صفر يا سوسته. خوان 3/10. عدي 0 عدي 0 يا اخويا 0. المهاجم بتاعي نايم نوم العوافي. عارف انت واحد عنده كان نايم دخلته امبارح. نزل عمرو ناصر 4/10. دي كرة تضيع يا عمرو، يعني دي كرة تضيع. ما تلف وش رجلك لجوه، ما انت اكيد يعني اللعيبه ما بتقدرش اللي انا واقف فين. انت الكرة جايه لك بتحطها على طول، يعني هي هتنزل مسطره وانا معدي اصلا الجون. احمد ربيع مش وحش 6/10. سيف كمان سيف. خد سيف ده فعلا اضرب كف على كف، والله العظيم اضرب كف على كف. عارف سيف سيف الجزيري ملحقش يعمل حاجه. 3/10 على الاسيست اللي هو عمله. معالي 4/10. ماتش حرق الدم. عايز تتحرق دمك اتفرج على ماتش الزمالك، والله العظيم. عايز تتحرق دمك وتتجد من الدنيا ومن الحياه اتفرج على ماتش الزمالك. لو اول مره تشوف ما تنساش تعمل لي سبسكرايب وفولو ولايك وقول لي رايك في الكومنتات. سلام عليكم.